السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات أهل الكورة. النهارده خبر كبير جدا، إن النادي بيراميدز قدر إن هو يحقق النسخة 79، وكان هو أقصى حاجة قدر يوصل لها 73 في موسم واحد. ده دليل على إن نادي بيراميدز بيبدأ يشتغل بشكل كويس جدا في الفترة اللي جاية على مستواه، وبيحاول إن هو يبقى منافس جدي وقوي جدا قدام النادي الأهلي. خلاص هو نادي الزمالك ما بقاش هو النادي اللي يقدر يتعامل قدام النادي الأهلي قدام بيراميدز. يعني المنافسه بين الزمالك وبين بيراميدز بقت لصالح نادي بيراميدز بشكل كبير جدا في الفتره اللي جايه. هيبدا نادي الزمالك هو اللي هيبقى عنده مشكله مع نادي بيراميدز مش نادي الاهلي. هيحاول بيراميدز ان هو يحقق الدوري الموسم اللي جاي، هيبقى بالتالي هيبقى فيه منافسه كويسه جدا للنادي الاهلي على بطوله الدوري الموسم اللي جاي. كمان ده هيكون دافع كويس جدا لدوري الدوري المصري. هيكون دوري نايل المصري هيبقى دوري قوي جدا بداية من الموسم اللي جاي إن شاء الله. كمان من الحاجات المهمة جدا لنادي بيراميدز اللي هو بيعملها إن هو بيحاول يطور. كان نادي بيراميدز فضل لغاية النادي الأهلي خد الدوري ب 85 نقطة، ونادي بيراميدز خلص الدوري على 79 نقطة. فبالتالي كان المنافسة زي ما قلنا قبل كده هتبقى قوية جدا في الفترة اللي جاية بين الناديين. نادي بيراميدز الفترة اللي جاية باستخدامه لعدد كبير جدا من المحترفين اللي هم عندهم مستوى عالي جدا من الأداء قدام في المباريات بشكل عام. ده خلى بيراميدز يقدر يوصل للنقط دي. عندهم هداف الدوري لغاية لما وسام أبو علي يجي، وكانت المنافسة بينهم خلصت لصالح وسام أبو علي بهدف واحد بس. فده يقول لك قد إيه كانت المنافسة بين النادي الأهلي وبين نادي بيراميدز على مستوى الهدافين كانت قوية إزاي. بس ده كل اللي عندي دلوقتي أخبار بتاعت الكورة. أشوفكم أهل الكورة بدأ يشتغل تاني وموجود على الويب سايت شغال بشكل عادي جدا. تقدروا تتابعوا فيه كل الأخبار بتاعت كرة القدم سواء في الدوري المصري أو أي دوري من دوريات الخمسة الكبرى، هتلاقوها موجودة عندنا إن شاء الله. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.